ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. بصي بقى يا ستي، المسقعه دي لها حكايه فظيعه معايا. إيه عملتها الصبح. طبعا انا بحب المسقعه جدا وبحب السبايسي قوي. بس زي ما انتم شايفين كده انا حطيت قرنين او ثلاثة بس من الفلفل سبايسي. مش عايزه اقولك هو سبايسي اخر حاجه لدرجه اني ما كنتش قادره اكله خالص. إيه اول بقى ما خلاص خلصت المسقعه، على فكره كنت اصورها معاكم، راحت جاتني ضيوف فطبعا ما عرفتش اصورها. بس ان شاء الله ابقى يعني اصورها لكم كده. انا بعملها بطريقه حلوه جدا. إيه زي ما قلت لك هي إيه حاميه قوي قوي. دلوقتي هقطع خيار إيه معاها كده علشان طبعا يعني إيه يرطب شويه. عايزه اقول لك بعد ما عملت كده راحت بنوتي جات إيه بتقول لي يا ماما في إيه عندنا هنا في بازار وكده وفي حاجات اقتصاديه وكده يعني. إيه فقلت هروح اشوف. قلت اروح اشوف كده ولو في اي حاجه كمان تخص حاجه المدارس وكده بقى اجيبها. عايزه اقول لكم طبعا انا ما اكلتش يعني، فروحت البازار ده. إيه اول ما روحت لقيت حفله. حفله كانت خطيره بصراحه، فيها المطرب حماده مجدي اللي هو عامل اغنيه بسكوته مقرمشه دي لو تعرفوها. فطبعا عايزه اقولك اول ما دخلت البازار كان في كمان شادر كده اللي بيم او بيم زي ما انتوا بتسموه. جبت بس الحاجات اللي قدامكم دي، الشنطه دي. فطبعا لما لقيت بقى الحفله اشتغلت وكده انا ما كنتش اعرف ان في حفله. سبت بقى الحاجات الرز والمكرونه والكلام ده لا، ودخلت الحفله. يعني ساعه لقلبك وساعه لربك، مش كل حاجه كده. زي ما انتوا شايفين الحاجات دي كانت عليها عروض. ازازه الزيت دي يا جماعه عامله 30 جنيه، وكمان الرز ده عامل 17 جنيه الكيلو. انا كنت عايزه اجيب يعني شويه حاجات اكتر من كده، بس زي ما قلت لكم الحفله شدتني اكتر. فروحت الحفله يعني جبت الحاجات الصغيره دي بس. والكيس الدقيق ده كمان عامل 17 جنيه. بس ان شاء الله ابقى ارجع واجيب شويه دقيق تاني علشان عايزين بقى قبل المدرسه والدراسه وكده نعمل شويه مخبوزات بقى وبيتزات وحاجات كده للولاد، بدل السندوتشات اللي احنا بنجيبها من بره والعيش الفينو الغالي ده. لا احنا هنعمل شويه حاجات حلوه وكمان نفرزها في الديب فريزر، وتقدري تطلعي منها كل يوم. زي ما انتوا شايفين انا جبت بس 5 كيلو رز بس، وكمان كيسين الدقيق وازازتين الزيت دول. وزي ما كنت عامله معاكم كمان في الفيديو اللي فات كنت جايبه شويه بقى مكرونات وكده، فيعني ما جبتش مكرونه الحقيقه. فزي ما قلت لكم انا الحفله يعني هي اللي شدتني اكتر. فالحاجات دي بس هي اللي انا جبتها. نرجع بقى للمسقعه بتاعتنا تاني. فظيعه يا جماعه، مشطشطه جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا اسناني حساسه، فطبعا يعني ما استحملتهاش خالص في اسناني، مش عارفه ليه. بصي مش عايزه تتاكل خالص، كل اللي ياكلها مولعه جدا. فطبعا برضو انا هاكلها يعني لان انا بحب السبايسي جدا. زي ما قلت لكم قطعت جنبها خيار، وكمان بقى هعمل لي كوبايه شاي كده او بالشكل ده كده يا جماعه. هي طبعا المسقعه دي ارديحي، انا بحبهاش باللحمه المفرومه خالص. زي ما قلت لكم كنت عاملاها الصبح، كنت هصورها بس ما عرفتش. بس ان شاء الله هصورها لكم وتشوفوا التكنيك بتاعها، بتبقى حلوه جدا، بعملها لذيذه طعمها حلو قوي. يلا بقى اتفضلوا معايا مسقعه يا جماعه اللي هي سبايسي زياده عن اللزوم دي. اهي اتفضلوا يا جماعه مسقعه. بس كده، ده كان فيديو النهارده. باي باي يا حبايبي.